كابتن نادر الصعيدي لاعب نادي دمياط السابق وابرز الرياضيين اللي موجودين في الدوره، قول لنا انطباعك ايه في الدوره التي بتنظمها قناه الحدث؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بنرحب بقناه الحدث في وسط بيتكم اهلكم عز الصعيدي. والدوره اللي احنا عاملينها الهدف منها ان احنا بنجمع الناس، والهدف منها هدف اسمى من ان احنا تبقى دوره. الهدف منها حضرتك هتشوف دلوقتي وهتحس ان في دوره منظمه على احدث مستوى، في حكام عندي دوره ممتازه على احدث مستوى، في عندي لعيبه من محافظه دمياط كلها، تنظيم على اعلى مستوى. طبعا ده اللي بيشيد بيه الالتزام بالمواعيد والالتزام باللوائح والالتزام بالقوانين. بنعمل ألفة بين الناس وبنعمل تعارف بين الناس، وده الهدف الاسمى من الدوره كلها. مش الهدف منها ان احنا نبقى ماتشات كوره وخلاص والناس تلعب ماتشات كوره وخلاص، لا احنا بنعمل الجمهور اللي انت شايفه ده كله مش موجود في اي دوره في الحمد لله في محافظه دمياط. ده على شيء يدل على ان التنظيم والمواعيد والالتزام بكل حاجه هو ده الهدف من الدوره كلها ان شاء الله. يا ترى الدوره حققت الهدف المطلوب منها ان هو الاقبال الجماهيري الكبير اللي احنا شايفينه دلوقتي؟ الحمد لله كل سنه الدوره الجمهور بتاعها بيزيد وبتسمع على مستوى المحافظه، لان زي ما قلت لحضرتك التنظيم عندنا على اعلى مستوى، منظمين على اعلى مستوى. عندي حكام دوري ممتاز زي ما حضرتك شايف، لاول مره في محافظه دمياط يبقى في حكام دوري ممتاز بيحكموا دورات رمضانيه، والجماهير كل يوم بتزيد عن كل عام بتزيد عن العام الاخر. كل يوم حضرتك هتشوف كمان دلوقتي مش هتلاقي مكان لقدم ان الناس تقعد فيه، وده لو في ماتش كوره معلش يعني لو في ماتش كوره درجه ولا اي حاجه مش هتلاقي كميه الجمهور اللي موجوده دي. ابرز اللاعبين اللي انت شفتهم في الدوره دي؟ في عندي جميع لاعبين من الدوري الممتاز وحضرتك جاي، يعني في عندي محمود رمضان، في عندي محمد اسعد، في عندي نعيم ابراهيم، في عندي لعيبه كتير جدا، محمد وفائي بتاع المريخ، في عندي عبد رجب انضم لسه لدمياط، في عندي لعيبه كتير جدا من الدوري الممتاز والدرجه الاولى. كله بيجي يلعب في الدوره وكله مبسوط جدا لان بيلاقي الرعايه وبيلاقي الاستقبال وبيلاقي التنظيم وبيلاقي حفاوه كبيره جدا من الدوره والناس اللي منظمين الدوره وبنلاقي الجمهور كمان. هتشوف حفاوه دلوقتي وهتشوف التشجيع اللي الناس بيشجعونا في الدمياط في الدوره. شكرا يا كابتن ادم. شكرا.